السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل وصفة مخبوزات بس حلوة قوي بجد. نعمل عجينة جميلة كده ونحشيها بحشوات مختلفة، حلاوة سبريد بالشوكولاتة ومربى وقرفة وسكر، وهنشكلها بأشكال حلوة كده تفتح النفس أكتر ما هي مفتوحة أساسا. النصيحة بقى يعني لأي حد بيعمل دايت اهربي بسرعة لأنك مش تقدري توقفي فيها أكل لحد ما تخلص. حطيت كمان على الوش عسل نحل، ومن بره الأطراف بتاعتها هتلاقيها مقرمشة ومن جوه طرية وهمية. يلا على طول نبتدي الوصفة، بس قبل ما نبتدي لو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. هنحتاج هنا 4 كوبايات من دقيق الفاخر متعدد الأغراض، وعليهم 4 معالق كبار من لبن البودر. هنحتاج كمان معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة فورية كبيرة ومعلقة بيكنج باودر صغيرة ورشة ملح. وهقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض، وهنزل عليهم نص كوباية من الزبدة الصفرا السايحة. بعدين هخلط الزبدة مع المكونات الجافة دي كويس قوي لحد ما الدقيق كله يبقى شارب من الزبدة كده ومتغلف بيها. وبعدين هننزل عليها مية دافية بالتدريج لحد ما نوصل لعجينة لينة بس مش بتلزق في الايد ولا حاجة. ده لان نسبة الدهون اللي فيها كويسة، فمش هتخليها تلزق في الايد ولا حاجة، بس ما تخليش العجينة يابسة علشان ما تطلعش معاكي ناشفة. يعني القوام اللي انت شايفاه ده كويس قوي، تبقى لينة وسهلة التشكيل. عجنتها لمدة 7 دقايق، وبعدين غطيتها وسبتها تخمر في مكان دافي لحد ما تضاعف حجمها زي ما انت شايفة. يعني في الشتا كده ممكن تاخد معاكي ساعتين. قسمتها ل3 اجزاء علشان اعمل منها 3 اشكال مختلفة. عملت ال3 اجزاء دول على شكل 3 كرات كده وسبتهم يرتاحوا شوية، وبعدين هعمل السكر والقرفة. انا هنا احتجت انعم السكر شوية علشان الحبيبات بتاعته كانت كبيرة، لكن تقدري تستخدمي سكر حبيبات عادي. يعني لو السكر اللي عندك حبيباته صغيرة تقدري تستخدميه عادي من غير ما تنعميه ولا حاجة. حطيت نص كوباية من السكر وعليهم 3 معالق كبار من القرفة. خدت جزء صغير من العجين عملته كورة كده، وبعدين فردته واحط فيه المربى على جزئين، وبعدين هقفلها من النص كده واحاول اقفل العجينة كويس اوي. هقفل كمان الجزء الفاضي اللي في النص اللي ما حطيناش فيه مربى. افصل جزء منه كده بالسكينة وهلفه عليها، وهزود عليها حتة من العجينة هلفها زي ما احنا شايفين، وهتني الاطراف علشان تديني الشكل ده كده. طبعا الشرح بالكلام مش هيوضح قوي زي الصورة. شوفيها معايا تاني بفردها ازاي واحط فيها المربى وبقفل عليها كويس قوي، وبعدين بقصها من النص زي ما انت شايفة بس مش للاخر. بلف عليها الجزء ده وبعدين بتنيها من الاطراف. تعالي نشوف تاني شكل هنعمله ازاي. انا كنت مقسمة العجينة على 3، ده جزء منهم هفرده كله مرة واحدة، وبعدين هقطع الاطراف بتاعته علشان اسويه، وبعدين هقسمه كده مستطيلات. اعمل شرط في كل مستطيل من جنب واحد، القطعة بتاعة البيتزا او حتى سكينة. وبعدين حطيت حلاوة سبريد بالشوكولاتة في الجزء اللي انا مش مقطعاه من العجين. لفيت عليه باقي العجين وقفلته من الاطراف وعملته على شكل دايرة او وردة زي ما انت شايفة. وانتي هتحطي شوكولاتة مش حلاوة سبريد بالشوكولاتة، خدي بالك علشان ممكن تسيح وتخرج منها بسهولة. انما الحلاوة مش بتخرج ولا حاجة، وحتى مش بتنشف في الفرن، بتخرج برضو طرية جدا. ويلا على طول نعمل تالت جزء من العجين. فردته على شكل مستطيل مش مهم تساوي اطرافه ولا حاجة، وبعدين حطيت عليه زبدة طرية مش سايحة، وده هنحشيه بالقرفة والسكر اللي احنا كنا مجهزينه. وحطي كمية كبيرة من القرفة والسكر كده زي ما انت شايفة، وبعدين لفيها قفليها كويس من الطرف، وبعدين بعلم عليه علامات كده وبقطعه بالمقص واعملهم كده عكس بعض زي ما انت شايفه. لما تقص العجين بالمقص ما تجيبهوش للاخر، خليه فيه جزء ماسك في بعض. هضغط عليه من الطرفين وهنقله في صينيه، والافضل تكون الصواني كلها مدهونه زيت، خصوصا لو كنتي مستخدمه صينيه الومنيوم. وبعد ما شكلت العجينه كلها سبتها تخمر للمره التانية. جهزت معلقتين كبار من اللبن الباودر، عليهم معلقه ميه كبيره، ودوبتهم مع بعض ودهنت بيهم الوش، وحطيت عليها حاجه بسيطه كده من السمسم. وبعدين دخلتها فرن سخن على درجة حرارة 200. اول ما بتاخد لون دهبي من تحت كده بطفي الفرن واشغل الشواية، تاخد لون دهبي من فوق بطفي عليه على طول. ولما بنخرجها لو عايزاها تطلع معاكي طرية بترشيها بمية، لكن انا هنا محتاجتش ارشها بمية لان انا عايزة الاطراف بتاعتها تبقى مقرمشة ومن جوه تبقى طرية. بعد ما طلعت حطيت عليها عسل نحل من فوق وما غطيتهاش ولا اي حاجة وقدمتها على طول. وبس كده عملنا احلى معجنات بمنتهى البساطة، شكلها وطعمها في منتهى الجمال. زي ما انت شايفة اللي عملناها بحلاوة بالشوكولاتة، الحلاوة مسحتش وخرجت منها ولا نشفت في الفرن ولا حاجة، وكل نوع فيهم طعمه احلى من التاني بجد. متلتزميش بحشوة معينة، الموجود عندك استخدميه. اتمنى تجربي الوصفة وتقولي لي رأيك فيها، ولو عجبك الفيديو متنسيش الاشتراك في القناة علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. وشكرا، السلام عليكم.